شباب الخليل يكتسح الأهلي، يحسم الديربي ويعزز الصدارة ضمن مباريات الأسبوع السابع من دوري جوال للمحترفين. حسم العميد شباب الخليل مباراة الديربي بعدما اكتسح جاره أهل الخليل ب5 أهداف لهدفين في لقاء احتضنه ملعب الحسين بن علي بالخليل وسط حضور جماهيري كبير. شباب الخليل لم يمهل الأهلي سوى 7 دقائق عندما افتتح عبد اللطيف البهداري أهداف اللقاء برأسية بعد عرضية متقنة من عاطف أبو بلال، وفي الدقيقة 30 أعاد اللاعب طارق أرملي الأهلي للمباراة من جديد بعدما أحرز هدف التعادل لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله. في الشوط الثاني دخل العميد وعينه على النقاط الثلاث لتعزيز الصدارة، وتحقق لهم ما أرادوا عندما سجل عبد كعبية الهدف الثاني في الدقيقة 51 ليعزز عاطف أبو بلال النتيجة لفريقه بهدف ثالث في الدقيقة 60. لكن أهل الخليل قلصوا النتيجة بعدها ب7 دقائق عن طريق نجم الفريق خلدون الحلمان، قبل أن يعود عاطف أبو بلال ويدون هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه. وفي آخر أنفاس اللقاء اختتم فايز عسيلي أهداف الشباب بهدف خامس ليحصد النقاط الثلاث والتي أبعدته في الصدارة ب18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن وادي النيص، والذي بدوره قفز للمركز الثاني برصيد 15 نقطة بعد فوزه على ثقافي طول كرم بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على استاد الخضر في بيت لحم، فيما تجمد رصيد الثقافي عند النقطة السادسة في المركز العاشر. وعلى ملعب دورة سقط شباب الظاهرية في فخ التعادل مع ضيفه بلاطة بهدفين لكل منهما ليتراجع الغزلان للمركز الثالث ب14 نقطة، في حين بقي مركز بلاطة في المركز الثامن ب10 نقاط. وفي مباراة أخرى عاد الأمعري إلى سكة الانتصارات بعد 5 هزائم متتالية بعدما حقق الفوز على هلال القدس بهدفين لهدف ليحصد الأمعري 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده ل6 نقاط في المركز ال11، في حين تراجع الهلال للمركز الخامس برصيد 10 نقاط. وفي استاد أريحة الدولي سحق شباب الخضر إسلامي قلقيلية ب5 أهداف دون مقابل، فوز رفع رصيد الخضر للنقطة العاشرة في المركز الرابع. بدوره ارتقى فريق المكبر إلى المركز السادس برصيد 10 نقاط إثر فوزه على ضيفه فريق مؤسسة البيرة بهدفين لهدف في لقاء أقيم على استاد الخضر الدولي.